ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ دي طريق الفرافره اللي وصبيها معاي انت. طريق الفرافره اللي وصبيحه ها. والارض دي 12 فدان يا عم الحاج، منهم للاسفلت. ماشي، 12 فدان منهم للاسفلت. مش هقعد اوصف كتير انا. هم بص مزروعين قمح على برسيم حجازي، 12 فدان وصفتهم قليله. مميزتهم الاسفلت، وعندك جيران ساكنه هاي. ده الاسفلت العمومي اللي صح؟ راح اللي وصبيح الاسفلت العمومي اللي رابط بين اللي صبيح والفرافره. اه قريبه من الفرافره، المدارس بتاعت الفرافره اهيت. اه تمام. واللي وصبيحه دهيت. وادي اللي صبيح جنبينا على طول اهيت، تمام. بيننا وبينها حاجه وجيران بسيطه. ساكنه هيت، وجيران ساكنه دهيت، و12 فدان وصفتهم تبارك الله. وصفه قليله قليله قليله. وادي البرسيم الاحداثي بتاعهم بس إيه، كان محشوش ولسه شارب اهو لين اهو. وارض طينيه اهي، ارض طينه طينه. تمام. ارض طينه. تمام. 12 فدان تبارك الله. حاجه حلوه، حاجه وصفتها قليله ان شاء الله. تمام. انت وجاي من الفرافره هم على يمينك، انت ورايح الفرافره على شمالك. عاوز راسين على الطريق على طول، راسين على الاسفلت على طول. راسين على الاسفلت، العربيات هي ماشيه على الاسفلت. الطريق ماسك في لهم طريق في وسطيهم، خط مواسير خاص بيهم. ايوه ليهم يومين في البير. ايوه البير طاقه شمسيه، ايوه عليه ديزل احتياطي. ايوه. يعني الدنيا مظبطه فيهم مش وحشه. الله ينور عليك. فيهم ارض قديمه برضه فيها شجر كافور كبير، وفيها زراعه نخله دهي، فيها شجر جوافه، واخد بالك. وفيهم بالمره عشان بس ما ننسوش، فيهم 3 فدادين مزروعين زيتون. لسه مزروعين السنه دي. لسه مزروعين السنه دي. فيهم 3 هنبص عليهم دلوقتي برضو ان شاء الله. مزروعين زيتون هنبص عليهم السنه دي. تمام. دي ارض معاها حيازه، معاها بطاقه زراعيه، بتصرف كمامه الجمعيه. ايوه صح كده؟ تمام. بس توزيع الميه بتاعتها مواسير 6 بوصه، محابس. تعالى يا عصام نبص على المحابس كده. تعالى يا باشا. واحد يقول لي السعر في اخر العرض يا باشا. كل عرض هتلاقي السعر بتاعه في الاخر. دي الطريق بتاعتهم. ده فسائل النخل ديتها مش مخطط كده يعني. اهو يا عم، اهو الماسوره، اهو المحبس اهو المحبس. ادي محبس اهو، ادي الماسوره اهي. ادي ماسوره. تعالى بس نشوف مؤشر تكون ظاهره عشان دي متدايره شويه تحت ايوه دي ماشيه في نص الارض الطريق ده. نخل وجوافه وحاجات كده. كافوره ده هي. السكك رابطه الارض كلها ببعضيها. ادي طريق وادي طريق. ايوه ماشي. وادي برسيم تاني. برسيم تاني. وثلاثه زيتون من تحت هناك كلهم 3 فدادين مزروعين زيتون. دي الارض كده وانت ماشي. ايوه. طاقه الشمسيه بتاعتها فوق. البير بتاعها فوق الناحيه الثانيه هنا. هو البير مش بعيد هناك. ماشي. ده الحوض. ده حوض المحابس بتاعتها كده متوزعه نفس التوزيع كده. ايوه. مواسير 6 بوصه وموزعه على كل تربيعتين على مع بعض. وادي الطريق بتاعتهم. من هنا الجزء ده الارض على الشمال بس. الجنب اللي على اليمين ده مش تبعها. الجزء على الشمال ده بس. ايوه. اخرهم لحد الطاقه الشمسيه اللي هناك دي. ايوه. ماشي. تمام. طبعا الارض على الاسفلت على طول. الاسفلت العمومي مش الاسفلت الزراعي ولا الاسفلت الفرعي، اسفلت عمومي. ايوه حكومي. رايح الفرافره اللي وصبيح. تعالى بقى اما ننزل تحت كده نشوف يا اخي هنفضل نمشي ما احنا عطينا المواصفات واللي يجي يتفرج يا استاذ احمد. انا عاوز اللي يجي يتفرج. فيها 3 فدادين مزروعين زيتون السنه دي. ايوه. وفيها برسيم حجازي. باقي الارض 9 الباقيين مزروعين حجازي، نصهم حجازي ونصهم قمح. فيهم يجي نص فدان خضار كده تشكيله، زرع فيهم فول على بسله على طماطم على بتنجان على حاجات من دي. ايوه. يعني مظبطهم يعني عشان الاكل. تمام. وهي العربيات جايه. وادي الطريق اهو. الفرافره على يمينك هم. وعندك جيران هناك ساكنه ده عند الطاقه، وعندك ادي الطريق ده اخر الارض عند العربيه دي كده. اخر الارض عند العربيه دي كده. خط كهرباء معدي من عليها الخط التيار العالي. طبعا ده التيار العالي مش الكهرباء العمومي. ده التيار العالي اللي مودي اللي هو صبيح. تمام. وهناك عند الطاقه هناك اهو في اسرتين ساكنين. وادي على الاسفلت برضه دي بيوت دي بيوت ناس ساكنه. وهناك كده في بيوت ناس ساكنه. ايوه. ده البير نفسه اللي هو اللي هناك ده اللي ساكنين عنده. ده البير اللي بتروي منه الارض اللي عند الطاقه الشمسيه اللي هناك. ده ناس ساكنه في 3 4 بيوت هناك. ماشي. تعالى كده يا استاذ احمد. تعالى نبص على القمح يا عصام.
عشان القمح ما ظهرش خالص، ما ظهرناش القمح لا خالص. برضه الارض يعني برضه الأرض باينة. مزارع برضه، خلي بالك. ارض حلوه مش وحشه. هي حلوه بس برضه ايه، الارض مزارع. ارض حلوه. الخضاره هناك ده. ايوه التخديره بتاعتها بفلفل وبتنجان كرنب على فول، تعال على نبص عليه. بتنجان، على طماطم، على ده القمح بصل، اهوت. على ثوم، على ده القمح بتاع الارض. ماشي. اظهر لي الحته دي كده. اه اظهر شويه دي كده اللي في التربيعه دي البطون كده. دي حته ضعيفه شويه في الارض برضه عشان تبقى واضحه في التصوير. ايوه حته كده ضعيفه. ايوه. لكن بقى الارض بسم الله ما شاء الله. احنا هنركز على برضه. اظهر لي الحته الضعيفه دي كده. ايوه تمام؟ بص. والخضاره هناك. لكن بقى الارض بسم الله ما شاء الله حته ضعيفه كده ايه في وش الميه. انت بسم الله ما شاء الله ده البرسيم. برضه الارض مزارع يعني مش اي كلام. والراجل بيقطع كرومب اهوت. لو عايزين كرومب ولا حاجه. تمام. الله ينور يا شيخ. اديني كرومبايه يا حاج. انا جاي لك اهي. طيب وهذه خضاره كده ايه حاجه ايه اكل للبيت ده صح. يا عم خلاص. كرومب وبصل وحاجات من دي طماطم. يعني هو زرعهم للبيت بسم الله ما شاء الله. ادي الطماطم. يلا يا استاذ احمد. طماطم اهي. يلا. يلا يا عم عصام، السعر كام يا عم عصام؟ قبل ما اقول السعر وقبل ما اقول اي حاجه، الله يرضى عنك، الله يوسع عليك. يعني مش هتاخر معاك ولا اي حد ان شاء الله. بالله عليك ما تتصل بيا وتقول لي اوصف لي العرض. انت قول لي توصف ايه تاني غير اللي قلناه؟ انا جاي لك. اتصل بيا وقول لي انا جاي لك. عارف ليه؟ عشان انا عاوزك تشوف بعينك، عشان برضو لما تشوف على الطبيعه احسن. يبقى انت شايف قدامك الوضع ماشي ازاي. سعر الفدان في الارض ديت عامل 280,000. سعر الفدان في الارض ديت عامل 280,000 جنيه الفدان الواحد. ارض على الاسفلت العمومي. ايوه. مع احياء زراعيه وبتصرف انت كيماوي. جاي من الفرافره ماشي. تروي طاقه شمسيه ومعاها ديزل احتياطي. ايوه. ليها يومين في البير. ايوه. يعني مظبطه تظبيط تمام. لها يومين كل 14 يوم بتاخد يومين. الله ينور. ماشي. ارض شايف انت مزروعه بسم الله ما شاء الله. الزرع بتاعها واضح والميه بتاعتها ايه ظهر. حاجه حلوه قوي. بس ما عاوزاش الا انت تجي تتفرج تقول لي الو انا جاي اتفرج، اقول لك اتفضل اوريك على الطبيعه كده واوريك الوضع ان شاء الله. يلا السلام عليكم.